الإيرانيين لديهم مشروع. المشروع الآن يمتد إلى الصومال، إلى مضيق باب المندب، في اليمن، في المملكة العربية السعودية، في الإمارات، في قطر، في الكويت، في البحرين، في عمان، حتى في المملكة الأردنية الهاشمية. يعتبرون الأردن عدو كبير. في لبنان الآن تمزق الوحدة الوطنية في لبنان، وسببها هو جهاز المخابرات الإيراني. أنا لا أقول المرجعيات الإيرانية، أنا لا أقول السياسيين الإيرانيين، أقول أجهزة المخابرات الإيرانية وفيلق القدس المشؤوم الذي يريد تدمير الوحدة العربية. وفعلا العرب لحد الآن أصبحوا عاجزين أمام هذه السطوة، حيث إيران تمتلك إمكانيات هائلة، ووظفت هذه الإمكانيات في خدمة مشروعها الصفوي، وامتدت. كانت في أفريقيا، أنا شيعي، أنا شيخ عشيرة شيعية، كانت في أفريقيا ولا شيعي واحد. الآن في السنغال وحدها 2,000,000 شيعي، في الصومال نصف مليون شيعي، في السودان 2,000,000 شيعي، في مصر 2,000,000 شيعي. هذا الفتنة المذهبية غذاها الاحتلال الأمريكي ونفتها الاحتلال الإيراني المبطن. المراقد من خلق سنة العراق هم خدمة الإمام الحسن العسكري وعلان. كيف يرتضيها البشر العراقي العربي أو الشيعي أو السني أن يقوم سنة السامراء بهدم المرقدين؟ هذه المرقدين هدمت بأيادي مأجورة من قبل جار السوء هو إيران. حتى اغتيال المرجع الديني الكبير اللي هو الشهيد محمد باقر الحكيم، هذا رجل كان عندهم، لكن ما نفذ أجنة إيران، أرسلوا من يقتل هذا الرجل. الرجل من دخل العراق في ساحة الاحتفالات لقى كلمة، وأنا كنت من الحاضرين، قال: عفى الله عما سلف، البحثيين أولادنا، ومن أساء من البحثيين نسامحه، ومن يريد المسيرة في هذا الركاب سوف نكون حاضرين. هم قالوا له: لا، احنا ما كلفناك تروح تقول بحثيين أولادنا، كلفناك تقتل ضباط الجيش العراقي، وكلفناك تقتل قيادة القوى الجوية، وكلفناك تقتل كل الأدمغة وشيوخ العشائر والشخصيات. والرجل اغتيل بمؤامرة إيرانية صرفة. أنا سألت رئيس المحاكم الإسلامية، لقيته في ليبيا بزيارة ليبيا، قلت له: من هو اللي يدعم المحاكم؟ أنا كنت أتوقع المملكة العربية السعودية. قال: لا يا أخوي، اللي يدعمنا إيران بواسطة حزب الله. يعني هذا مسؤول لحركة سلفية في القرن الأفريقي الدعم إيران. ما مصلحة إيران بدعم السنة السلفية إذا إيران لديهم مشروع؟ ما مصلحة إيران بدعم حماس ودعم الجهاد؟ حماس والجهاد سنة. إيران لديها أجندة لتمرير مشروعها القومي الكبير، وتكره وتحقد على الشيعة العرب الذين يتبعون الإمام الصادق حقد كبير. وعندي دليل بسيط. نعم. حينما يأتون زوار إيران إلى كربلاء، أنا قبل 5 أيام جيت من العراق، حينما يأتون زوار إيران إلى كربلاء المقدسة لزيارة قبر الإمام الحسين وأخيه العباس، الأجدر أن يزور هؤلاء الزوار أبو الحسين والعباس وعلي بن أبي طالب سلام الله عليه في النجف. 10 أيام يبقوا في كربلاء ونصف ساعة في النجف. لماذا؟ لأنه زوجة الحسين فارسية، مو حبا بالحسين. قلت: الإيرانيين ليس شيعة كما ترونهم، ليس مثل شيعة العراق. شيعة العراق عندهم توجه صحيح، هم الشيعة علي بن أبي طالب، الشيعة الحسين، هم عرب، هم أصحاب رسول الله، هم أشقاء للسنة وتابعين لسنة